عارفين بقى يا حبايبي الصينيه دي لو اتحطت في التلاجة هي كده طعمها خطير، هتبقى روعه وتحفه. باي باي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبي في معلومه مفيده معناه. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو. النهارده حبايبي هعمل لكم جلاش باللبن. الجلاش باللبن دوت اولا سهل جدا وطعمه جميل جدا. يعني مش هنحط الجلاش زي ما انتوا شايفين، مش هنحط كل رق من الجلاش بناته سمنه، لا، هنحط السمنه على الجلاش كله لما نحطه في الصينيه. في بيعملوه بالمكسرات وفي بيعملوه من غير مكسرات. انا هعمله ممكن احط جوز هند، ممكن احط زبيب، ممكن ما احطش خالص، حسب رغبتك انتي يا حبيبتي. دلوقتي يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده، انا دلوقتي يا حبايبي الصينيه ديت يا حبايبي قلبتها كده ورحت قصه الجلاش عشان يبقى متساوي لما بحطه. يعني انا عملته شكل دايره. دول بقى هنحطهم ايه اللي هو في الجنب دول، هنحطهم بنات الجلاش عشان الصينيه تبقى ايه مظبوطه. يلا بقى نحط نص الجلاش دوت يا حبايبي في الايه في الصينيه، ونخلي النص التاني وارجع لكم. هنا يا حبايبي الاول دهنا الصينيه ايه سمنه او زبده حسب ما انت ايه عايزه. خلاص يا حبايبي، وبعدين هنحط نص الجلاش عليها. هحطه وارجع لكم. حطينا يا حبايبي نص الجلاش في الصينيه اهوت، وبعدين من غير سمنه ولا اي حاجه، وشوفوا متساويه ازاي عشان ايه قصيت حواليها. ادي احنا حطينا النص. هنحط بقى اللي هو ايه الفتافيت، الورق اللي طلع من الجناب في النص عشان ايه تبقى الصينيه متساويه. اهو يا حبايبي رجعت لكم بعد ما حطيت الايه الزوايد الزياده اللي هي كانت في الجلاش. لما عملت دايره بالصينيه حطيتها ايه بعد النص على طول. انا دايما بعمله من غير مكسرات ولا اي حاجه وبيبقى يطلع جميل وتحفه. النهارده احط اشوف زبيب او ايه او جوز هند اللي تحبيه، وبعدين نحط النص التاني. هنا حبايبي بقى زي ما قلت لكم حطيت جوز هند وحطيت زبيب وحطيت قرفه. انا اول مره احط بصراحه، بتبقى اجمل زي ما قلت لكم من غير اي حاجه. عندك مش عندك خلاص. صينيه جميله وطعمها حلو واقتصاديه، واحلى حاجه ان انت مش بتحطي كل رق سمنه وبياخد وقت. هنرش كده وهنشوف هنعمل ايه في الاخر. السمنه نحط بقى ايه نص الجلاش التاني. حطينا يا حبايبي نص الجلاش التاني، وبعدين هنقطعها وارجع لكم. اهو يا حبايبي بعد ما حطينا النص التاني من الجلاش قطعناه زي ما انتوا شايفين كده. نسيح بقى زبده او سمنه وتكون بلدي، وبعدين نحطها عليه. هنعمل ايه بقى يا حبايبي؟ جبنا ايه الزبده ديت، واخدين بالكم، هنرشها على الجلاش لوحده كده. هنوزعها يا حبايبي بالتساوي، يعني ايه يبقى نازل في الجلاش كله. واخدين بالكم انا هوزعها بالتساوي وارجع لكم. بصوا يا حبايبي وزعنا بقى ايه الكوبايه كلها، كوبايه الا ربع كده سمنه على ايه على الجلاش كله. هنحط بقى في فرن ايه عالي في الرف الاوسط لحد ما يستوي ويحمر وارجع لكم هنعمل ايه تاني. بصوا يا حبايبي بقى هنا اللبن كيلو لبن مغلي على صينيه الجلاش. مغلي بس ساقع علشان ما يعجنش الجلاش، يبقى ده ساقع والجلاش سخن. واخدين بالكم يا حبايبي؟ الكيلو اللبن ده اول ما يطلع الجلاش هنحطه عليه. الجلاش يا حبايبي طلع اهو، اللي على الوش ديت كانت قرفه وهو سخن. بقى نروح حاطين ايه اللبن عليه. شوفوا الصوت، كيلو اللبن كله هنحطه على الجلاش كده اهو لحد ما يشرب. بصوا يا حبايبي، بصوا الجمال. هتلاقيه ايه حبه بحبه وتروح حاطه الباقي لحد ما يتشرب خالص. بدأ يشرب اهو. ما اقولكوش الريحه جميله جدا، الطعم هيعجبكم تحفه. الجلاش هيشرب الميه كلها، قصدي اللبن اللي محطوط
دوري يا حبايبي كله هيشربه ويبقى جميل. بعد ما شرب الجلاش شويه نحط بقيه اللبن، هتلاقيه اتشرب رفر وهيبقى تحفه. كده حبايبي صينيه الجلاش شربت اللبن كله. نقطعه ونشوف شكله بقى، هنلاقيه لسه برضو ايه اللبن فيه شويه، بس بيبقى تحفه وهو طري كده بيبقى جميل جدا. وما اقولكوش الريحه دي شكلها ايه كده. بصوا يا حبايبي قطعت قطعتين، اللبن لسه تحت، وخصوصا طعمه خطير وهو فيه لبن كده وطري فظيع، والقرفه مدياله طعم تحفه لمحب القرفه. مش عايزه قرفه خلاص ما تحطيش اي حاجه. اتمنى تجربوا يا حبايبي الصينيه الجلاش باللبن دي، تحفه وطعم جميل واقتصاديه. اتمنى اكون عملتها بطريقه جميله واقتصاديه. اتمنى تجربوها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.